السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مكرونه نجرسكو. اول حاجه جبنا طاسه وحطينا فيها شويه زيت، وبعدين جبنا بقى 4 بصلات متوسطين وفصين توم، فلفل الوان. لو مش متاح عندك احنا بنجيب اي فلفل عندنا. انا كان عندي الفلفل دوت يعني في ملون يعني، فانا قلت استخدمه عشان ما كانش عندي فلفل الوان. طبعا هنشوحه تشويحه متوسطه، مش للنهايه يعني، تمام؟ عشان لسه الفراخ هتاخد تشويحه معاه. البهارات بقى بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون ورق لورا معلقه صغيره 7 بهارات، تمام. ياخد تحميصه بقى مع التشويحه ديت. اول ما نشم الريحه على طول هنقوم نازلين بالفراخ بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا احنا مقطعينها شرايح كده رفيعه، مش سميكه، تمام، عشان تعادل المكرونايه بتاعتنا. اول ما نحطها بنقلبها عشان ما تكلكعش معانا وما تعملش ريم ابيض كده. فهنفضل بقى نقلب واحده واحده معانا. التقليب مستمر. الفراخ بالذات ما ينفعش ان احنا نسيبها مثلا ونقول هي هتتشوح لوحدها، لا، لازم نقلب كويس جدا. اول ما تاخد لون جولد كده خلاص احنا هنطفي عليها، عشان هي اصلا هتكمل تسويتها مع المكرونه. واحنا بقى شغالين كده هنقوم بقى جايبين الحله بتاعتنا نحط فيها ميه على النار عشان هنسلق المكرونه، تمام. المكرونه بتاعتنا انا هعمل مقدار كيس ونص، تمام، ودوت نص كيلو بانيه. عندك بقى فراخ، صدور فراخ، ممكن تاخدي صدرين فرخه وتقطعيهم كده قطع صغيره بس وانتي بتقطعي قطعي الحاجه وهي طالعه من الفريزر عشان تبقى سهله معاكي، لكن لو فكت تبقى صعبه شويه. حطيت الملح. اول ما الميه تبدا تغلي انا بحط معلقه ملح كبيره علشان خاطر احنا بنحدق المكرونه طبيعيه خالص ما فيهاش اي حاجه. وبرده بنحط الملح بتاعنا بتاع الفراخ علشان احنا مش هنحط ملح ولا هنحط بهارات على البشاميل بتاعنا، فلازم تكون كل حاجه حدقها طبيعي، تمام. مش عايزين نعمل حاجه عادبه خالص. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي اول الميه ما تغلي وهسيبها تستوي. التسويه بتاعتها مش هري، لا، بصوا شايفين ماسكه نفسها. ما ينفعش تكوني هتعملي مكرونه وتقولي كده كده انا هطيبها في الفرن، لا، احنا بنعملها برضو تطيب، مش اللي هو هياخد وش صلصه، لا، الطياب بيبقى معتدل. البشاميل بتاعي بقى انا بعمل تلت تلت وتلتين، اللي هو لبن وميه سلق المكرونه، بيبقى تحفه ما شاء الله، مش كله لبن، لا. الدقيق بتاعنا معايا 7 معالق كبار دقيق، وطبعا ده بيختلف من نوع دقيق لآخر. هنزل بيه، بس كنت بصوا النار عندي شمعة. اول ما بنزل على طول بالمكونات بتاعتي بقوم معليه النار واخليها نار متوسطه، واجيب المضرب اليدوي واقعد اضرب بيها، تمام. اي جبنه عندك انت بقى حطيها. عندك جبنه موزاريلا، عندك جبنه شيدر، جبنه مثلثات. انا بحب احط جبنه مثلثات وجبنه تركي، مش بحط شيدر ولا بحط موزاريلا. الموزاريلا بحطها على الوش او الشيدر، تمام. بحط 3 قطع مثلثات. والجبنه التركي اما بلاقيها ناشفه عندي مثلا او مش هتستخدم او قربت تبوظ بحطها في الفريزر، ولما بحتاجها في البشاميل انا بقى بطلعها وبحطها. عارفين مش بتاخد اي وقت خالص يعني، بتحط كل المكونات مع بعض وخلاص. هي مجرد الجبنه ما بتسيح انا ببقى نازله بقى بمعلقه كبيره سمنه فلاحي، بتدي طعم تحفه بجد رهيب. انت ممكن تحطي زبده لو ما عندكيش سمنه فلاحي، بتبقى برضو طعمها جميله وخفيفه. المقصود ان انا بحب ان انا على قد ما بقدر بحب ان انا اقلل البهارات، واحب احط حاجه طبيعيه في اكلي. الحاجه كده بتاكليها بتحسي ان انت عايزه تاكلي تاني، مش تقيله ولا دسمه، لا. المهم هنجيب بقى القالب بتاعنا. انت عايزه تعمليه في صينيه مفيش مشكله، عايزه تعمليه في قالب اللي انت عايزاه. هنحط شويه بشاميل وننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا كلها كده. قلبنا كل حاجه مع بعضها وقمنا حاطينها. اتاكدي ان البشاميل كله نزل
هتقومي بقى جايبه ايه الجبنه الموزاريلا وترصيها على الوش. ما ينفعش تحطي القطع وتسيبيها هي هتسيح، لا هي مش هتسيح، هي هتسيح وكل حاجه بس هتعملي كتل كده. فاحنا عايزينها كلها تبقى شكل واحد. هنرص كويس جدا وما تستعجليش، يعني ندخلها بقى درجة الحرارة متوسطة من فوق بس من نار تحت عالية. تمام. شايفين الجمال ما شاء الله اللي وصل لغاية هنا. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتحطوا اللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.